السلام عليكم. النهارده هنعمل القشطوطه او المسخسخه، سموها زي ما تحبوا. جميله جدا، عملتها من قيمه يومين، مش عايزه اقول لكم كلت الصينيه كلها من جمالها. يلا مع بعض هنشوف هنعمل ايه. سهله جدا. نعملها في الخلاط في المضرب براحتكم. هنعمل ايه؟ هنحط 4 بيضات، جميله جدا وسهله. انا بعملها لكم في الخلاط مش في المضرب عشان الخلاط سهل. هنحط ايه؟ 2 فانيليا، حطينا 2 فانيليا، نص كوبايه سكر، كوبايه الا ربع لبن صغيره كده، كوبايه الا ربع زيت. عايزه تحطي معلقه سمنه براحتك. يلا مع بعض بقى في الخلاط ونضربهم بقى ايه ضربه ايه كويسه. ضربناهم في الخلاط ضربه كويسه خالص. لما بعمل زي الكريمه كده، نجيب كده كوبايه دقيق كبيره، وننخلها. انا نخليه بس هنخله تاني. دي كوبايه دقيق كبيره، واحده بيكنج باودر، وذره ملح. حاجه سهله جدا. شايفين احنا مولعين الفرن على 180 او 170. ونروح نازلين بالخليط. شايفين عامل زي الكريمه ازاي؟ تضربوه كويس جدا في الخلاط، ونروح مقلبين كده على اتجاه واحد كده. شايفين هي عامله ازاي؟ عامله زي الكريمه البيضه بالظبط. شايفين عامله زي الكريمه ازاي؟ ولسه ما قلبناهاش. نقلبها بالراحه كده عشان ما يهبطش البيض اللي احنا ضربونه جدا. كل ده انا ما فصلتش الكاميرا اهو. شايفين بقى عامل زي الكريمه ازاي؟ تحفه. هنجيب كده صينيه او بايركس اي حاجه فيها نقطه زيت كده، ندهنها حلو كويس. ونرش رشه دقيق كده بسيطه عليها عشان ما تلزقش. نروح جايين منزلين الخليط. شايفين عامل زي الكريمه ازاي؟ بكوبايه دقيق واحده.
نروح بقى على الفرن على 170 او 80، كل واحد تبع فرنه. يلا مع بعض نحطها في الفرن. هنجيب بقى كيسين كريم شانتيه، هنجيب شوية لبن ساقع، شوية قد ايه، شوية صغيرين خالص، شايفين؟ يكون بس متلج. نروح جايين نجيب قشطه، معلقتين 3 قشطه كده نضربهم معاها، علبه قشطه جاهزه، وش اللبن معاها، نضربها بقى ضربه كويسه. طلعناها من الفرن، شايفين عامله ازاي؟ نفضل كده بخله كده نخرمها. خرميها لغايه تحت كده. نروح جايين جايبين كميه لبن كده، خليها بالطريقه اللي تعجبك. انا احط نص كوبايه سكر او كوبايه الا ربع، اللبن ده دافي. نفضل نقلب فيه كويس كده لما يدوب خالص. طبعا انا حاطين نص كوبايه سكر بس، ودلوقتي برضو حطيت ايه كوبايه الا ربع سكر. نقلبها كويس. نروح نازلين عليها وهي سخنه كده. امليها لبن، شايفه؟ لو عايزه التاني هنديها برضو، نحط لها لبن تاني. شربة اللبن الاولاني نحط لها تاني. هي بتاخد حوالي يجي كيلو لبن. هتشرب كل ده، شايفين؟ شربتها ازاي؟ سموها بقى ايه؟ كيك الحليب، اشطوطه، مسخسخه، اللي يعجبكم سموها. نسيبها بقى تبرد على الاخر. سيبناها هديت خالص وشربت اللبن. حطيتها شويه في التلاجة. جبت الكريم شانتيه كده اللي احنا ضاربين معاه القشطه، نحط على الوش كده. كل الكميه كده. هنبتدي بقى كده كريم الشانتيه ضربناه وحطيناه قد 5 دقايق كده في التلاجة برضو، عشان يبقى متماسك كده شويه.
هي بارده خالص. نسويها بقى كويس كده. سويناها كده بقى. هنزود لها الكريمه شويه لان انا عاملاها من يومين، كانت الكريمه قليله شويه. خلاص كده بقى نجيب ايه اي حاجه على الايه على الوش تعملوا ايه. جبنا صوص كراميل ونبتدي نحط كده صوص الكراميل عليها. حط بالطريقه اللي تعجبكم بقى كده. واي خله كده تحفه. شايفين القشطوطه جميله ازاي؟ تحفه. حط على وشها اي حاجه تعجبكم، صوص كراميل، صوص فراوله، عايزينها ساده بالمكسرات باي حاجه براحتكم. نبتدي نقطعها. شوفوا السكينه ازاي مش متحمله وانا بقطعها. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ خطيره. نطلع قطعه تانية. شايفين تحفه ازاي؟ جميله جدا. طبعا هي مش محتاجه لبن، بس احنا هنحط لها شويه صغيرين كده. ايه رايكم بقى؟ احلى قشطوطه دي ولا ايه؟ عملنا القشطوطه المسخسخه، سموها زي ما تسموها، جميله جدا، تحفه، خطيره. قولوا لي ايه رايكم، وبالهنا والشفا.